السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ البانيه. هنعملها النهارده بطريقه حلوه، هتبقى طالعه حلوه جدا النهارده، وهتبقى كمان فيها قرمشه حلوه جدا. هتفضل معانا لغايه ما تخلص ان شاء الله. هنعمل لها كمان تتبيله جميله جدا هتعجبكم باذن الله. هنقول بقى مع بعض المقادير. الاول بنبقى حاطين طبعا الزيت بتاعنا على النار، وبعدين نعمل ايه؟ هعملها النهارده بخلطتين. الخلطه اللي احنا المعتاده اللي احنا بنعمل فيها البانيه البقسماط بتاعنا، وكمان هنعمل لها بقى خلطه في الاول علشان تدي طعم حلو جدا. الاول بقى هقول لكم على المقادير بتاعه الخلطه بتاعتنا. انا بحط فيها بصل بيدي طعم حلو جدا. هناخد ممكن الميه بتاعه البصل دي في الفراخ بقى عشان تدي تتبيله حلوه ليها، بتدي نكهه حلوه جدا. حته توم كده زي ما انتم شايفين بفلفل، ده زي معجون الفلفل بالثوم برده بيدي طعم حلو جدا. توابلنا بتبقى عباره عن فلفل اسمر، بابريكا، كركم، قرفه. وطبعا هنحط لها ملح، بيضايه ولبن، وكمان هنحط لها في التتبيله دقيق ونشا عشان يديها قرمشه. هنعمل ايه بقى؟ في الاول هاخد الميه بتاعه البصل، هاخد كده التتبيله اللي احنا هنعملها ونحط لها رشه بسيطه كده منها، وبعدين رشه كمان من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. وهناخد البصل اللي احنا عاملينه، بصوا الميه بتاعته، هنحطه كده وهنكمل عصر فيه يديله نكهه حلوه جدا. هديها تقليبه وهسيبها شويه، وهعمل بقى هنا هنجيب بقى البوله بتاعتنا، هنحط التوابل مع الملح، نحط برده جزء من الملح هنا على الفراخ، والدقيق مع النشا، الثوم، وهاخد له سنه كمان مع الفراخ كده عشان تديها طعم حلو، والبيضايه واللبن، وسنه بقى كمان من البصل. طبعا احنا البصل بشرينه فما تخافوش منه، مش هيبان في التتبيله بتاعت الفراخ. وهنيجي بقى كده بالويسك نقلب الخليط ده كله على بعضه. وكمان عايزه احط له رشه حلوه كده من البيكنج صودا علشان تديله برده هشاشه حلوه. وممكن كمان لو عندنا اي صودا او 7 او اي حاجه من الحاجات اللي فيها صودا نحطها بدل البيكنج صودا. شايفين بقى الخليط بتاعنا؟ بصوا مش خفيف ومش تقيل، حلو جدا على فكره، وبيدي كمان طعم حلو جدا للفراخ. لو احنا حابين نعمل الخليط ده وننقع فيه الفراخ كمان يوم بحاله قبل ما نبدا نحمر فيها، طبعا هتدي طعم احلى. هنبدا بقى على طول ننزل بالفراخ بتاعتنا. هننزل بقى كده بالفراخ. طبعا الميه بتاعت البصل مع التوابل اللي احنا حاطينها مديها نكهه حلوه جدا. هحطها كده، هنزلها كلها علشان ايه؟ كل ما تقعد شويه كمان بتدي طعم احلى. طبعا بشتغل معاكم فطبعا مش هعرف انقعها شويه، بس انا بتكلم ايه، لو احنا حابين نعمل الخلطه الحلوه دي ممكن نسيبها يوم بحاله في التلاجة، ونيجي تاني يوم على طول نحطها في البقسماط، بتطلع طعمها حلو جدا. هاخد بقى هنا الخلطه دي، هاخد بقى كده من الخلطه اللي احنا عاملينها، وانا حاطه الزيت، عليت بقى عليه النار شويه على الزيت، وهنزل بقى ايه بالفراخ في البقسماط على طول. بسم الله كده. حاول بقى ايه الايد اللي بنطلع بيها من الخلطه ما نحطهاش فيها علشان تبقى ايد شغاله وايد ناشفه دايما بناخد بيها الفراخ، ونضغط كده. كل ما نضغط كمان هتشرب في البقسماط. بصوا نفضها حلو ونحطها في الطبق. على طول بقى نحطها. انتوا عارفين الخلطه دي بتفضل مديه نكهه للفراخ وبتبقى طعمها حلو جدا. الخلطه دي كمان ممكن نعمل بيها السمك، هتبقى حلوه قوي. بصوا كده، وننفضها حلو من البقسماط. طلع بقى كمان واحده، وعلى طول نبدا ان شاء الله كده ايه نحمرها مع بعض. بسم الله بقى نحطها كده في الزيت. بصوا بقى عشان احنا النار بتاعتنا
ظابطين النار بتاعتنا على البيض، تتحمر على طول ما تاخدش وقت. بصوا الفراخ عامله ازاي، اوريكم كمان لما نطلعها قد ايه هي مقرمشه حلوه جدا. احنا بقى طبعا حاطينها على النار على طول، بنبدا نحط بعدها بنتبل ونركنها في طبق، وعلى طول ننزل عليها اول ما نطلع الجزء اللي احنا حمرناه مع بعض. بصوا بقى لما هنطلع الفراخ كمان هوريكم قد ايه الفراخ بتاعتنا حلوه جدا. شايفين ان احنا مطلعينها مع بعض من الاول، بصوا عامله ازاي، شايفين حلوه قوي، وكمان هشه الفرخه بتفضل زي ما هي لغايه ما بتبرد. نفسي بقى كنتوا تشموا الريحه بتاعتها، ريحتها حلوه جدا. ايه رايكم بقى في البانيه بتاعنا النهارده؟ اظن الطريقه دي حلوه وسهله جدا، تقدروا تحمروا بيها بقى البانيه، السمك، اي حاجه بتحبوها عايزينها تفضل مقرمشه بالشكل ده، اعملوا الطريقه اللي انا قلت لكم عليها هتعجبكم جدا. بصوا كمان المكرونه انا مصورها معاكم حلوه جدا برضو، عاملينها مع بعض طالعه جميله ازاي. بصوا لونها، عاملينها النهارده كمان وحاطين لها بنجر، هتطلع حلوه جدا لما تجربوها بالطريقه دي. ان شاء الله الغدا بتاعنا النهارده يعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.